ساعة كده. رمضان كريم. انا عارفه. اتفضلي اتفضلي. انا اوكي ده بس انتوا كلفين حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين. رمضان طيبه. ازيك حالك؟ عامله ايه؟ ازيكم؟ معلش احنا وانت اسفين كمان. والله. مساء الفل. كل سنة وانت طيبين. وانت طيبة وانت طيبة. معلش غصب عننا. لا عادي عادي. طب ينفع التعب ده؟ اتفضلوا. يا رب تعجبكم يا رب. ده اكيد. لا طبعا. يعني تسلم ايديك. على الفطار على طول بقى، خلاص هيبدا المدفع ضرب تقريبا. اتفضلوا. ده فاضل دقيقه خلاص وهيبدا اهو. خدي عندي كده. اجي كده. اوكي. يلا بقى روحي ضيفيهم. دول عاملين شغل فظيع. ايه ده؟ ايه الحركات الجامده دي؟ ايه الاخبار؟ تنور. يا حبيبتي ننور باصحاب. لا انا كان نفسي يبقى عندي وقت واعمل حاجات اكتر من كده. اكتر من كده؟ ايه الشغل العالي ده؟ ما ايه تعرفوش ده؟ انتوا سلمي جايين ليكم. عندي. عاملين ايه؟ بالمنظر ده احنا عايزين ناخد له صوره. يلا. لا خدوا له صوره. خدوا له صوره يعني مفيش مش مشكله. معقولة. لا تمام. محاشي ايوه بقى. لا يعني حبيت ايه اجمع كل الاصناف اللي انا عارف انتوا بتحبوها. مش ممكن يعني ولا اروع. لا والله تسلم ايديك. انتوا نورتونا النهارده والله. انا ويعني بقى لما انا اصور سحر وهي بتصور. اخبار رمضان معاكم ايه؟ جميل الحمد لله. جميل. الحمد لله ماشي. بس يعني اعتقد ان الصيام السنه دي هيبقى اسهل من السنين اللي كانت في طبعا. اليوم طبعا. كده احنا بنقرب اكتر. طبعا. وعدد ساعات الصيام ان شاء الله اقل تبقى كتير اقل كتير. صح. بس هم حته ان الساعه بتتغير دي بايخه. انا مش عارف يعني لازم يغيروا الساعه قبل رمضان هي بتهيألي ليله يعني احنا اتغيرت قبلها على طول. ايوه يوم الاحد الويكند اللي فات. ان شاء الله الويكند السنه اللي الجايه فات. هناخد لنا حته اقصر واقصر. يلا يا ألفت انا جوعت. ألفت من فضلك. طب بيشربوا ميه، جيب لهم ميه. هو ده ايه ده قلقاس ده ولا ايه ده؟ لا دي ملوخيه. اوه بس لسان عصفور. بتحبي لسان عصفور؟ طب تكسري صيامك بميه طيب؟ في بلح اهو. في تمر يا بس جماعه. طبعا. اتفضلي. تعالي اقعدي افطري بقى. يلا تعالي بقى اقعدي. البلح ده اساسي. يلا عشان نبتدي مع بعض. انتوا حاطين جنبي الكفته، ده معناه ان انا اللي هاكل كفته. طبعا. يا رب تعجبك بس. لا كله جميل. بألف هنا يا رب. وحشتونا، اخباركم ايه؟ انت كمان حبيبه قلبي. حبيبتي ما جبتوش الولاد معاكم ليه؟ جمعنا ناخد بريك يعني نيجي ناخد بريك. قاعده رايقه كده مع بعض قاعدة رايقة. نتكلم مع بعض بروقان. تنورونا دايما. وكل المره واحد الجايه يعرف- تجيبوهم معاكم. ان شاء الله. الشباب كله بيبقى عنده خطط وبلانز يعني عاملها فاكيد دعوه بيهم. ايوه احنا برضه ودينا الاولاد زي كامب كده لرمضان. بيفطروا. قلت لها بقى ايه نعزم بقى اصحابنا وحبايبنا بحيث ايه نعرف ناكل يعني. تمام. شرفتوني وهنسيبكم تفطروا، وبعد الفطار باذن الله نقعد نحلي، ناكل كنافه، ناكل بسبوسه، ناكل قطايف. بعد الفطار واللازم بعد الفطار والذي منه. بعد الفطار واللازم بالظبط كده. كومبيتيشن ما بين البسبوسه والكنافه. طبعا يا فندم طبعا. هتكسب 100. هتقطع الدنيا. انا قلت عشان بص انا هدوق حته من هنا وادوق حته من هنا. لا when it comes to حلويات وحدق بقى. مفيش كومبيتيشن. هتكسب. انا واثقه ان الاثنين هيبقوا حلوين جدا. تسلم ايديك. بإذن الله. ربنا طيب يخليك. هسيبكم تفطروا. انتوا صايمين واستنونا بعد الفطار مع منتصر في معزوم مع الفطار. أهلا رمضان
ورجعنا لكم بعد الفطار. الصراحه كان الفطار حلو قوي والواحد كل كتير، بس عملنا قهوه كده مش لازم نشوف لنا صحصحت بعد القهوه. والله تسلم ايديكم. نورتوني وشرفتوني النهارده، تسلم ايديكم وبجد يا رب يكون الاكل عجبكم قوي قوي. فعلا. المحشي كمان حاجه مميزه. كنت لسه اسالك ايه اكتر صنف المحشي طبعا، المحشي لا يعلى عليه. هو المحشي هو الصنف الاساسي اللي لازم يبقى على، انا متهيألي انا يعني ده بيبقى عندي اساسي. انا على اصلا مش قادره اتكلم من كتر الاكل. انا قاعده مريحه زي ما انتم شايفين. دايما يقولوا في مصر اول يوم في رمضان ده بيبقى محشي وبط. صحيح. مصر كلها عامله محشي. في ملوخيه صح؟ الملوخيه طبعا. انا قعدت ادور على البط لغايه ما جبته الحمد لله، لانه لازم البط هنا. اول أوكي. يوم اول يوم رمضان. تمام. طب ده يعني بالمناسبه اول يوم رمضان ما ينفعش يعدي، السفره ما ينفعش تبقى موجوده من غير ايه؟ بالنسبه لي انا ها لا، هي الشوربه. شوربه. الشوربه لسان دي عصفور. اساسي. لسان عصفور وليمون. بالظبط ستة المصري الاصيل. طبعاً. ده اساسي. بعدها بقى ممكن يعني انا شخصيا بكسر على الشرب، يعني الشوربه، لكن جوزي وولادي لا لازم البلح. بلح. اوكي. واكون عارف اللبن وليهم طقوسهم هم يعني. تمام. الله. بلح الناشف ولا التمر؟ البلح بتاع مصر. البلح الناشف بتاع مصر أنا هو بحبه. ايا كان، هو اي بلح المهم موجود، بس يتقطع كده ويتحط في اللبن بيبقى تمام. ظريف قوي. شايف الديتيلز. شايف يعني التبس في ودايما الديتيلز في التفاصيل. حسين الجسمي انا بقول الحته دي في كل حلقه بصورها. حسين الجسمي قال لك ايه؟ رمضان في مصر حاجه ثانيه. والسر فين؟ في التفاصيل. دي تفاصيل بقى. يعني بلح ناشف ولا فرقت يعني. تفرق كتير على فكره. أهم حاجة التفاصيل. انا معجبه جدا بتفاصيل الدريس كود. شكراً. لازم. في دولاب رمضاني. أيوة. بفارغ الصبر علشان ما نلبس غير كده. جميل. ندور يعني. استني بقى اعمل لك زي مهرجان السينما كان يقول لك ايه الاوتفيت اللي حضرتك لابساه ديزاينر. جايباه من عندي. ده جايباه من السعوديه من المدينه، وانا ما شاء الله، من ما شاء الله. مكه وانا بعمل عمره. ما شاء مش من الله، ما المدينه شاء من الله. مكه. جميل. فعشان كده انا بقاله ده عندي بتاع 20 سنه. ما شاء الله جميل. ما شاء الله. منتهى الجمال. واستاذه غاده. استاذه غاده بقى هبهرك. الكارديجان ده الشيفون. ايوه. ده شارياه لوحده. تمام. ده انا اللي عاملاه بايدي. واو. هنميل. انبهروا فعلا. والله. وده من مصر حبيبتي. يا حبيبتي. يا جماعه يعني بس فعلا الاهتمام بالتفاصيل الرمضانيه. السنس الفني عندها عالي. انا ما صدقتش وبتقولي بصي انا هوريكي حاجه انا عاملاها بايدي. لا بس انا زي سحر احنا بنظافة. بنستنى لانه بنحب اللبس الرمضاني بيدينا كده اختلاف عن تمام بالظبط. تمام. ناس كتير سالتني هجيب مين في رمضان، فقلت لهم من احد الضيوف معايا استاذه سحر، استاذه غاده السعدني. سحر قوره وغاده السعدني. فقالوا لي الله التوينز. ايه موضوع التوينز ده؟ والله مش احنا عارفين. نفسنا مش عارفين. ونبص لبعض وسمعت ان هم بيتلخبطوا في اساميكم مع بعض. ونبص لبعض ونقول احنا ازاي مش شبه بعض، بس هي واضح ان الروح جميل. هي اللي انا شهر اتعرفت فيه عليكم انتوا الاثنين في الهايك. فاكرين لما كنت باجي معاكم الهايك كنت بتلخبط بينهم. كنت يعني ببقى انتوا متخيلين ان انا وغاده مين صح معرفه يعني ايه لا تتعدى السنتين مثلا. والله بجد احنا عرفنا بعض الاول في الكوفيد على الفيسبوك. لما الناس كلها كانت بتكوميونيكيت على الفيسبوك. وتقابلنا صح لما ابتدينا نخرج. وما كنتش اتخيل ابدا ان انا ممكن ابقى مستريحه الراحه النفسيه دي. ما شاء الله. لو عندي اخت والله ما هتبقى كده زي غاده. فالكيمياء على طول لضمت. فواضح ان احنا بهتنا على بعض. فالشكل بهت. فالحمد لله. بس احنا صدقنا ان احنا شبه بعض من اللي انتوا بتقولوه يعني. مش من يعني احنا وستيل دول. خليني اوضح النقطه دي ليه. لان في كل الايفنتات يا جماعه اللي بتتعمل هنا للجاليه هم طبعا بينوروا الايفنت. ذوق شياكه اناقه طبعا ما اقدرش اقول. انا بحرجني والله حاجات حلوه زي ما انتم شايفين. كنافه محشيه قشطه، بسبوسه عليها مكسرات احنا يعني. مسميينكم هوانم تورنتو. هوانم تورنتو. الله عليكم. الله عليكم. وعلى فكره انتوا اللي كابل اضيف لحياتنا. انتوا يعني من اجمل الناس اللي احنا كسبناكم في تورنتو. لا بجد. واحنا عشان بنحبكم احنا جينا لكم بجد. نورنا النهارده وبجد. لا فعلا احنا مبسوطين جدا جدا ان انتوا جيتوا وقبلتوا كمان دعوتنا. وزي ما بقول للناس اي ايفنت بتلاقي سحر وغاده فيه بيبقى ايفنت حيوي جدا. طبعا سحر دايما لازم تجيب لنا
صنف حلو قوي. هي وبتعملهم حلو قوي طبعا يا سحر منتصر. يعني بريمو يعني كنافه بتعمل حاجات حلوه جدا. انا بعشق انا تلميذه. لا البسبوسه لا انا تلميذه، انا بعترف بس. انت مش مهندسه حبيبتي فهو المهندس بيعمل المختصر المفيد كده. بنجز. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي. خلينا بقى ايه نعرف نفسينا اكتر للناس. طبعا انتم ما شاء الله نار على العالم والناس عارفاكم، بس اللي ما يعرفكمش وحابين ان احنا نقدمكم ليه، هنقول مثلا نبتدي باستاذه غاده. تمام اوكي. انا خريجه هندسه، تمام. كوميونيكيشنز اند الكترونكس. اشتغلت في الاي تي حوالي 13 سنه. تمام. وبعدين ما خلفت بقى الطفل الثاني والثالث، انا عندي 3 اولاد. ساره عندها 20 سنه، وساره قلت يلا اكمل في الاي تي، وكملت في التشالنج. المهم في ادم وهنا بقى اضطريت ان انا اوقف. اشتغلت في التدريس شويه، وبعدين انتقلنا هنا في 2018. وبعدين طبعا الدنيا وقفت عشان الكوفيد. وممكن نبقى نحكي في التفاصيل دي بعدين. حاليا انا بشتغل انستراكتور، بدرس في ايلاك انترناشونال كوليدج، بدرس ليدرشيب ومانجمنت. تمام. بعمل فولنتيرنج في الكانسر سنتر اللي موجود في اوكفيل. ايه تاني يا سحر بعمل ايه؟ بقدم برنامج اليوم السادس مع مجدي يوسف الاعلامي العظيم. زميله عزيزه. مجدي اللي اكتشفني وقال لي انت عندك مواهب تنفع. لا بس انا يعني هقدم لك عرض كويس واخطفك من عند مجدي. ده على الهوا. ويعني في اتصالات مع المستشار تركي آل الشيخ وهنمضي قريب ان شاء الله. لا اذا كان تركي كلنا بنقدم له كل التحيه طبعا يعني. طبعا اكيد طبعا. اكيد. بس يا سيدي، وبعمل بقى مؤخرا حاجه جميله جدا جدا جدا. احلى حاجه قريبه لقلبي. انا وصديقتي الجميله سحوره، احنا ابتدينا من حوالي 4 شهور. 4 شهور دي بقى انا بعتبرها احلى حاجه انا بعملها دلوقتي انا وسحر. فعلا بتشبع جوانا يعني. بنستمتع بيها انا وغاده. اللي هو ايه؟ لا ما نغنيش. ايوه لا ما نغنيش. ده عامل قلق جامد قوي ده على فكره. الناس كلها تقول لي ايه موضوع ايه ده، وبعدين اقول لهم ايه اجي اغطي لكم البتاع، اجي اتصور معاكم سيلفي. ايوه اتصور معاكم 300 واحده مثلا. ليديز اونلي. فانا بقول لك ان الايفنت ده متغطي بنفسه. طب اتصور معاهم بس. اتس وومن اونلي في الوقت الحالي. بنفكر انا وسحر برضو ان احنا نعمل عايزين نعملها ميكس ان شاء الله مره ميكس مره بالشباب. يعني لسه في افكار كتيره جدا هتتعمل ان شاء الله. لاحظتوا ان ده يعني بينسباير او بيلهم الناس اللي بتيجي، يعني الناس لما بتطلع بره بعد الايفنت يبقوا حاسين بايه؟ بيقولوا لنا ايه؟ صح، فريش كده بيقعدوا يومين يغنوا الاغاني اللي غنوها معانا. بنصحى الصبح بيدندن الاغاني. تمام. هو الايفنت ده انا بعتبر ان هو اتس ديتوكسنج ايفنت، بينقل الناس في حاله خاصه للثيم اللي احنا بنعمله، لان احنا كل مره بنقدم ثيم. يعني مره مثلا افلام الاغاني القديمه، كلنا بنعشق الافلام القديمه، وبالتالي انت بتيجي تقعد لمده ساعتين في حاله كامله متكامله مثلا عن الافلام القديمه، في فيديوهات شغاله، في ليركس موجود، لابسين، تفصل تماما وتفضل بقى الدند. حاجه ثانيه كمان، كونكم ستات بس مع بعضكم ده بيخليكم على راحتكم طبعا، كانك في الجيم. والايفنت ما تنسيش الايفنت بتاع رمضان، ايفنت رمضان بقى غنينا اغاني تترات المسلسلات، فوازير، اعلانات رمضان، كل ده راح فين زمن الشقاوه يا حسين؟ مثلا حسين مبهدل الدنيا. بمناسبه زمن الشقاوه يا حسين، ذكرياتك ايه يا غاده عن رمضان؟ ذكريات زمان، ذكريات مصر. ايوه ذكريات مصر دي ذكريات جميله وعريقه، لسه
النهارده كنت بدردش مع اخويا وبيفكرني في الحاجات اللي احنا كنا بنعدي بيها في رمضان في مصر، يعني تجمعات العيله اللي احنا هنا محرومين منها، بس ربنا يخلينا لبعض. يا رب. بعد الفطار كنا بنعمل ايه؟ نتفرج على التلفزيون بعد ما نتجمع بسرعه. كنا بنتفرج على ايه؟ حوار صريح جدا جدا. الكاميرا بص، الخفيه. هو كان ايه؟ كان قرآن المغرب. الاذان مدفع الافطار، لا قبل ما ننام اضرب، وراح هات الصوت بصوت الشيخ محمد رفعت. الشعراوي. الشيخ الشعراوي قبليها. الشعراوي ده يبقى الشيخ الشعراوي اساسيات رمضان. ده الشيخ الشعراوي، وبعد كده قرآن المغرب، وبعد كده مدفع الافطار. كم اعلان كده يقول لك افطارا صوما مقبولا، افطارا شهيا، شكل المدفع وهو بيضرب. بيغسلنا من جوه. ونقعد بقى كلنا. والاذان بصوت الشيخ محمد رفعت. وبعد كده ما اقول لكم حاجه لطيفه قوي، انا من الجيل اللي سمع كان بيفطر على الراديو، يعني كانوا بيجيبوا مسلسلات في الراديو. احنا كنا كده. أيوة. تلاقي المسلسل رمضان على البرنامج العام او اذاعه الشرق الاوسط. جميل. بصي رمضان في مصر فعلا كان حلو. رمضان في مصر حاجه ثانيه. حاجه ثانيه جدا. هو بس لا، والمشروبات الرمضانيه والحاجات الحلوه والاوبشنز الكتيره اللي موجوده لحد ما وصلنا دلوقتي للكنافه بالمانجا والكنافه بالنوتيلا. احنا ماشيين في الكلاسيك الاصلي القديم. طيب انا الكلام معاكم بجد ما بيخلصش، وانتوا بجد قعدتكم حلوه، وانا اصلا اقول كده بصراحه الواحد قاعد زي ما يكون. وبصراحه الكنافه يعني بتناديني. ويعني لو خدت حته بسبوسه برضه ما يجراش حاجه. هجيب كيلو قشطه وحته بسبوسه قد كده. طيب امنياتكم ايه؟ عايزين نشوف الجاليه المصريه فين؟ رايكم ايه في البرنامج؟ لا، البرنامج احنا شهادتنا فيه مجروحه. تمام. يعني انا بتكلم عن نفسي، انا من الاول من المعجبين بيك. انت شخص كرييتيف متجدد، كل شويه بتضيف حاجه جديده، بتجيب ناس احنا عارفينهم، فبنبقى حاسين بالبرنامج لانه بيبقى ريل، يعني تحس كده بالانتماء. يعني برنامج هو طالع فعلا. برنامج مش هقول اول برنامج، بس من الاوائل اللي طلعوا من كندا بضيوف كنديين. مظبوط، ودي حقيقه بالظبط. وبنعيش رمضان ومش عيش اجواء رمضان. كمل على لا، انا رايي طبعا في البرنامج ان هو جميل ومتجدد، وزي ما انا بقول لك وجود الناس الحقيقيه فيه معاك كمان ده بيديله ريتشنس، بيديله اضافه. ووجود ناس مؤثرين زيكم، وزي ما ألفت زوجتي العزيزه قالت هوانم. دي هي اللي هانم. دي هي اللي هانم. ربنا يخليك. سحر نفس السؤال برضو، يعني ايه رايك في البرنامج؟ ايه رايي في المذيع الاول، لان هو ربنا ده اللي يخليك. خلاني هيقولوا بتجامليني نهائي. اوكي. وهم عارفين، الناس عارفه انا مش بجامل. لا خالص، انا عارف ده. انا مش بجامل. انت اللي بتشد المستمع ان هو يقعد يسمع لك ولا لا. انا ساعات ببقى في الشغل، ساعات ببقى في المطبخ، ساعات ببقى فعلا نفسي اعمل معاك مداخله ومش قادره احط السماعات، بس انا مستمتعه بالحوار وبالكاريزما بتاعتك اللي انت يعني، وروحك الحلوه وادبك الشديد، ودي ملحوظه يعني. لا ده حقيقي. فانت اللي مخلينا نتفرج على البرنامج، وافكاره طبعا جميله، وبيناقش مواضيع اجتماعيه كتير حلوه. ان شاء الله بعد رمضان في مفاجآت كمان ان شاء الله باذن الله. ده اكيد متوقعين منك طبعا دايما
وكل اللي جاي اندهاش باذن الله. باذن الله. تمام. طيب انا ساعات نفسي اول حاجه قولي. لسحر، انا اتفضل. بجد معجبه جدا جدا ما شاء الله بتربيتك لياسمين حبيبة قلبي. ورامي. حبيبه قلبي ربنا I'm really proud of يخليكي. them. وطبعا غاده اكيد. يعني كلمينا عن ازاي قدرتي تربيهم في كندا بالاخلاق العاليه دي، بالشخصيه الراقيه الجميله المؤثره. والله ده انت اللي جميله. يعني والله انت يا ريت تكلمينا ونفيد المستمعين بالموضوع ده. انا طبعا اعتبر نفسي محظوظه ان انا جيت في سن ولادي كبار شويه. يعني انا بنتي ياسمين هي خريجه انتيريور ديزاين، فهي جايه على الكليه على طول. أوكي. رامي ابني جاي تانية ثانوي، ده اللي اتبهدل شويه يعني لانه جاي طبعا مرحله انتقاليه صعبه طبعا. لغايه ما اتخرج ما شاء الله من ميكانيكال انجينيرنج ما شاء الله. دلوقتي، عقبال ما ما شاء تشوفوا الله ولادكم عليهم. كده. ما شاء الله. يا رب. بس فدي انا بعتبر نفسي محظوظه فيها ان احنا اوريدي حطينا ده حقيقي صح. اساسيات. كان المفروض، بس على فكره برضو هو انت اللي بتحطي، طبعا مش البلد. يعني انت يعني انا اللي ورا الولاد على طول. انا اخترت ان انا اكون عارفه ستي ات هوم مام. يعني انا خدت القرار ده اول ما اتجوزت، لان انا اتجوزت وسافرت على المانيا على طول مع جوزي، كان بيعمل دكتوراه هناك. نوجه له طبعا التحيه دكتور رضا نصير، جوزي الجميل العزيز. الاستاذ الدكتور طبعا يعني ده دكتور يعني مهندس معماري. طبعا. وهو كان يعني استاذ في جامعه عين شمس، استاذ في الجامعه الالمانيه. غني عن التعريف. وخلفت بنوتي في المانيا لما كان بيعمل الدكتوراه هناك. فرجعنا بقى على القاهره. جات لنا فرصه نروح السعوديه، دي برضو من يعني المراحل الحلوه قوي برضو اللي عملت حاجه مع الولاد. يعني عارفه اسست معايا الولاد شويه. طبعا. فقعدنا شويه في السعوديه، وبعد كده بقى جينا على كندا. فالحمد لله يعني ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. الله يخليكي حبيبتي، وتشوفي الأولاد. ولادك كده ان شاء يا الله رب احسن يا رب كمان. اشوفهم زيهم. غدا الاولاد برضو كانوا تحدي بالنسبه لك؟ شويه اكتر من سحر، لان هي طبعا بتقول ان هي عندها حق انه يجي متاخر الولد، تبقى انت ظبطت كل حاجه يعني افضل. اللي نفدت قوي الحمد لله ساره جت في جريد 10، بالرغم ان انت بتقولي ان رامي كان عنده تحدي. بس لما بقارن جريد 10 بجريد 3 و4 لا، فانا بالنسبه لي كده الصغيرين عندهم تحدي اكبر مع تطورات الدنيا هنا وصعوبتها. انا لوحدي مهندله كل حاجه. تمام. فانت عايز تربي وعايز توجه وعايز تحط ترسخ القواعد اللي انت عايز تربي عليها المجتمع العربي او المصري، وانت في الاخر عايش في كندا، فانت عايز تكوب اتس لوت يعني. اكيد تحديات كبيره طبعا. بس طبعا. بقول الحمد لله انا دلوقتي احنا منتقلين كاملا 2018، يعني احنا دلوقتي داخلين على 6 سنين. لا يعني اللي انا لما ببص عليهم من بعيد وبقيمهم هم كانهم الحمد لله ده زي ما كنت اتمنى حتى لو مش عايشه في كندا. فلا الحمد لله يعني الحمد لله. وده برضو من احد الاسباب يعني ازاي تبقي سيده مجتمع وعندك انشطه كتيره منها الفولنتري ومنها شغلك، وفي نفس الوقت تهتمي باولادك وما شاء الله يطلعوا ربنا يا رب يبارك فيهم. ربنا يبارك فيهم طبعا. ده اهم حاجه، ده اهم حاجه. ده لوحده انجاز طبعا. ناس كتير ده اكبر انجاز. ده اكبر انجاز طبعا. بالنسبه لي ده اكبر انجاز. وانت ولادك يجننوا ما شاء الله، الله ربنا يخليك. يحفظهم. ربنا لا ما شاء الله الله اكبر عبقرة يعني ما شاء الله. ما شاء الله. انا مستمتعه جدا بالحديث الجميل ده، بس بس هم وصلوا كانوا عند اصحابهم. انا سامعه الجرس. فانا مضطره ربنا معاكي. بس البيت بيتكم بجد نورتونا. وتعالى لنا تاني، احنا قاعدين احنا لسه ما فتحناش كنافه. نكمل الحلقه مع منتصر شويه وشوف الاولاد. ماشي حبيبتي. اكيد احنا النهارده السهره لحد السحور مع بعض. احنا في انتظارك يا روحي. اتفضلي. طيب في النهايه حابين تضيفوا اي حاجه؟ حابين يعني اي افكار ما احنا ممكن نعملها الفتره اللي جايه في البرنامج اللي بعد رمضان مثلا؟ والله منتصر انت سريع قوي ما شاء الله عليك، يعني انت مش محتاج افكار، انت شغال واحنا مندهشين معاك. تمام. اهم حاجه الاندهاش، واحنا مبسوطين أهم حاجة جدا الاندهاش. بالاندهاش ده. تمام. لا انا ما يعني انا شخصيا زي ما سحر بتقول افكارك حلوه متجدده. انت شخص يدخل القلب، الناس كلها بتحبك.
ودي اهم حاجه. احب طبعاً، اضيف ان طبعاً. انت فعلا لما تبقى صديق اغلب الناس في الجاليه باحترامك وذوقك، انا متاكده ان انت هتنجح وتكبر وتكبر كل يوم اكتر واكتر. ربنا يخليك. ربنا وانا اكبر يوفقك يا اكبر رب. من الناس المحترمه اللي زيكم اللي أكيد. انا أهم حاجة حب بعتبرهم الناس. طبعا ايه اهم حاجه حب الناس، طبعا يا صدقني. فندم. فعلا. انا كنت سمعتها حب الكنافه بس مش عارف لا انت شكلك على الكنافه، عينك على انت الكنافه. شكلك جعان. نورتوني شرفتوني، وبجد مش اخر ان شاء الله لقاء. ان شاء الله نشوفكم السنه الجايه في رمضان ونعمل حلقه احلى واحلى باذن الله.